أهلا بكم يا صغاري. تتذكرون اللام الشمسية واللام القمرية؟ هيا نعرف عنهم أكثر. بعدما أخذت اللام الشمسية 14 حرفا كان لابد أن تبدأ بأل. تبدأ بماذا؟ بأل. أل يعني ألف ولام. أل يعني ألف ولام. معنى هذا أستاذة ياسمين لا أستطيع أن أقول على الكلمة أنها لام شمسية إلا إذا بدأت بماذا؟ بألف ولام. هيا نكتب عند 14 حرفا الألف واللام. نبدأ في اللام الشمسية يا صغاري بالألف واللام، لا ننساهم. إذا الكلمة لا يوجد فيها ألف ولام إذا هذه الكلمة ليست لام شمسية. أحسنتم. ثم بعد ذلك هيا نأخذ 14 حرفا لللام الشمسية. اللام الشمسية لام شديدة قوية، أخذت 14 حرفا السهلين الذين يشبهون بعض. ما هما؟ تاء، ثاء، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، نون، لام، دال، ذال، راء، زاي. نطقتهم حروف لأني لم أضع الحركات إلى الآن. ممتاز. كيف نقرأ هذا المقطع؟ اللام الشمسية يا صغاري لام حرارتها عالية جدا، عندما سقطت على حرف اللام ماذا؟ أخفته، لا نستطيع نطقه. إذا في اللام الشمسية أنا لا أنطق اللام، حرف لم أنطقه إذا لا أضع عليه حركة. ممتاز. كيف أنطق؟ نقفز من الألف للتاء، فنقرأ كيف؟ التاء، التاء. نطقت التاء كم مرة؟ مرتين، لكن كتبتها مرة واحدة، إذا نضع عليها شدة. ممتاز. التاء، التاء. سمعت صوت اللام؟ لا لا لا. إذا اللام ماذا؟ لام شمسية. هيا نكمل قراءة المقاطع. الثاء، الساء، الشاء، الصاء. هل نضع فتحة فقط؟ نستطيع نضع الضمة. الضو، الطو، النو، الضو. والكسرة نستطيع أن نضع الكسرة. اللي، الدي، الذي، الري،